أمامي الآن خريطة المملكة العربية السعودية، وسوف أبين لكم عليها منطقة الشق أو موقع الشق الموجود في منطقة تبوك، ونوسع الخريطة شيئا فشيئا حتى نصل إلى منطقة الشق. الآن هذه النقطة الزرقاء التي ترونها أمامكم هي مكان تواجدنا بالضبط عند منطقة الشق، والمسافة من مدينة ضبا إلى أن تصل إلى منطقة الشق حدود 110 كيلومترات. وإذا نزلت من السكة الإسفلتية ودخلت في البر تمشي حدود 5 كيلومترات حتى تصل إلى منطقة الشق. نوسع أيضا الخريطة شيئا فشيئا حتى نجد موقع منطقة الشق. لاحظوا هذه هي منطقة الشق، ونحن الآن موجودون عند منطقة الشق بالضبط. وعلامة المكان الذي تنزل من عنده من فوق السكة الإسفلتية وتدخل في البر وتتجه إلى جهة الشق، علامته أنك تجد ملفا هنا كما نجد هنا في الخريطة، تجد ملفا متميزا. لاحظوا تجد أنك تصل إلى ملف يأخذك يسارا، وبعد ذلك تمشي قليلا ثم تتجه يمينا إلى جهة الشق، تمشي حدود 5 كيلومترات فتجد هذا الملف. وعند هذا الملف وأيضا يوجد ملف آخر هنا يعني يوتيرن وهنا يوتيرن. تجد عند اليوتيرن هذا واليوتيرن هذا أعمدة أنوار، وفوقها الشرائح التي تشحن عن طريق الطاقة الشمسية. فما إن تجد هذه الأنوار وتجد هذه الأنوار التي عليها الشرائح التي تشحن بالطاقة الشمسية، عندها تجد هنا الملف، فمن عندها تلف يسارا ثم تمشي قليلا ثم تدخل يمينا على الصحراء وتعبرها وتمشي حدود 5 كيلومترات. توقفنا هنا الآن بجوار منطقة الشق. هذه هي منطقة الشق. لاحظوا هذا الشق الرهيب. وهذه هي تضاريس المكان. لاحظوا الجبال كيف أشكالها كأنها طبقات من الصفائح أو الرقائق. ويبدأ الشق تقريبا من هنالك يبدأ الشق ويمتد ويمتد ويمتد. شق عميق سبحان الله في الأرض، ويمتد ويمتد إلى جهة البحر، إلى الجهة الغربية هنالك. فهذا المكان معروف بمنطقة الشق، لأنه عبارة عن شق يشق الأرض بخدود عميق. ولاحظوا أشكال الجبال، شيء شكله كأنه خيمة مثل هذا، وشيء شكله كأنه برميل كبير. أشكال سبحان الله كأنها رقائق أو شرائح وضعت فوق بعضها البعض، أو أوراق وضعت فوق
بعضها البعض. الآن أتيت إلى موقع آخر لألتقط لكم صورا تذكارية. لاحظوا هذه الطيور موجودة هنا في هذا المكان، وربما تعشعش وتبيض في هذا المكان، فهي تطير في هذا المكان. فالآن أتيت إلى مكان آخر لألتقط لكم صورا تذكارية لمنطقة الشق. الآن هذه حافة، طبعا نبعد عن الحافة مقدار متر، لا نقترب كثيرا لأن الهواء يأتي من جميع الجهات، مرة من هنا ومن هنا، فللأمان يبتعد الإنسان قليلا عن الحافة. لاحظوا الشق يبدأ من تلك الجهة، ثم ينزل وينزل إلى جهة البحر، إلى الجهة الغربية. نقرب تلك الأماكن البعيدة، نقرب الصورة. ولاحظوا سكة السيارات هنالك، ترونها من هنا سكة السيارات. لاحظوا السيارات، هنالك السكة الإسفلتية. تبعد عن هذا المكان الذي أقف فيه الآن حاليا حدود 5 كيلومترات. هذا نبات اللصيق، لاحظوا هذا نبات اللصيق. شوفوا بسم الله، شوفوا يلصق يلصق في اليد، لأنه في أشواك صغيرة جدا. شوف 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 كيف، عشان كده قالوا عنه اللصيق. الآن نغادر منطقة الشق. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا في هذه المنطقة نشاهد الكثير من الصخور المسطحة التي تصلح لعمل المضبي. نقف هنا بالسيارة قليلا وننزل لنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا الصخور، هذه صخرة مرة مناسبة. شوفوا كيف ما شاء الله تصلح لعمل المضبي. أشكال وألوان من الصخور، تريد كبيرة تريد صغيرة. لاحظوا هذه الصخرة ما شاء الله كبيرة. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم. بس هو صعب نضع يدنا تحت الصخرة لأنه ما ندري أحيانا ماذا يوجد تحتها. بسم الله. المهم لاحظوا هذه الصخرة تصلح للمضبي. نضعها فوق النار أو فوق الجمر وتسخن، ونضع عليها اللحم، لحم الدجاج، لحم المفروم، لحم الضان. انظروا الكثير هنا وهناك.
الحمد لله رب العالمين. نحن الآن وصلنا إلى مدينة تبوك، وهذا الكوبري هو طريق الملك فهد، وهذا الطريق هو طريق الملك عبد العزيز. نحن الآن سكننا في وجهتك للشقق المخدومة. هذا الفندق الذي نزلنا فيه وجهتك للشقق المخدومة، سكننا في الدور الثاني، أخذنا فيه غرفة وصالة ب160 ريالا الليلة. تحته يوجد مطاعم كرم وصراف الراجحي أيضا، يعني توجد بعض الخدمات إن شاء الله. وهنا أيضا توجد بقالة جاسر الشمال. بسم الله الرحمن الرحيم. سكننا في الدور الثاني، شقة رقم 8. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم نسألك خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. أول ما ننزل المكان نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما وصى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. وثانيا نقول دعاء نزول المنزل أو دخول المنزل: بسم الله اللهم نسألك خير المولج وخير المخرج. بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. هذه شقتنا، صالة، وهنا دورة مياه، وهنا الصالة، وفيها جزء من المطبخ، وهنا سرير نوم كبير ودواليب، وهنا يوجد بطل من النافذة. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله على كل حال. سوف نمكث هنا يومين أو 3 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اليوم هو يوم الثلاثاء الموافق 27/6/1445 للهجرة، وبالميلادي 9/1/2024 للميلاد. نحن الآن في محافظة تبوك، وسكننا هنا بالأمس على شارع الملك فهد، تقاطع شارع الملك عبد العزيز. هذا الآن معنا شارع الملك عبد العزيز، وهذا الكوبري هو شارع الملك فهد. وبجوار الفندق يوجد صراف الراجحي ومطاعم كرم نور البخاري. الموقع هذا موقع جدا ممتاز، فيه خدمات كثيرة جدا. وهناك في المقابل، في الجهة المقابلة، توجد أسواق السجاد والموكيتات، وأيضا خلفها يوجد سوق السمك واللحوم والدجاج وبوفيهات. خدمات ما شاء الله تبارك الله جدا رائعة في هذا المكان.
وهنا أيضا مع امتداد شارع الملك عبد العزيز هنا في الأمام توجد أيضا هناك بوفيهات ومطاعم، وأيضا مع امتداد شارع الملك فهد هذا الذي هو أمامنا الكوبري هذا هو امتداد لشارع الملك فهد. يوجد أيضا على اليسار مع امتداد شارع الملك فهد توجد هناك مطاعم كثيرة وبوفيهات، فخدمات المنطقة كثيرة جدا ما شاء الله تبارك الله. ويوجد هنا أيضا مسجد مع هذه اللفة مكان ما خرجت السيارة، يوجد مسجد جامع كبير صلينا فيه وكنا نصلي فيه ولا نزال نصلي فيه. الآن نحن متجهون بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلى المسجد أو المكان الذي كان يصلي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء هنا في غزوة تبوك. وأيضا سوف نشاهد عين السكر ونشاهد القلعة العثمانية. سوف نتوجه إلى هناك إن شاء الله ونصلي صلاة الظهر في المسجد المسمى بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه صورة قديمة لمسجد التوبة أو المسجد الأثري أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كما يسميه أهل تبوك. هذه الصورة معلقة خلف المسجد. هذا المسجد من الداخل. نحن الآن في وسط مدينة تبوك، ونحن متواجدون الآن في سوق الجادة أو جادة الأمير فهد بن سلطان. هذا هو سوق الجادة، ويوجد في هذا المكان قلعة تبوك وعين السكر، وأيضا يوجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ترونه أمامكم كما يسميه أهل تبوك، ويسمى أيضا بمسجد التوبة، ويسمى بالمسجد الأثري. وقصة هذا المسجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى تبوك لحرب الناس الذين كانوا يريدون غزوه من الروم ومن أهل القبائل الذين كانوا يريدون أن يحاربوه، فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة 9 إلى تبوك استقر هنا مكان هذا المسجد، وصلى في هذا المكان الذي فيه المسجد 10 ليال. ولذلك هذا المكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بني فيه هذا المسجد، ولذلك يسمى بمسجد التوبة أو المسجد الأثري، أو ما يعرف عند أهالي مدينة تبوك بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعود نشأة المسجد كما ذكرنا إلى غزوة تبوك التي كانت في السنة 9 الهجرية. وأول بناء للمسجد كان في عهد الخليفة الأموي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، حيث كان بناؤه من الطين وسعف النخل. وتم تجديد بناء المسجد في العهد العثماني في عام 1062 هجرية.
وأعيد بناؤه مرات أخرى حتى جاء العهد السعودي وأمر بتجديد بنائه على طراز الحرم النبوي الشريف، وكان ذلك في عام 1393 للهجرة.